بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة ميعادنا مع فيديو جديد، أجواء أسبوع المولود في الريف المصري. أنا صورت كده أجزاء كده بسيطة كده من الأسبوع يا جماعة، وهي عاداتنا وتقاليدنا في الأسبوع. وإن شاء الله كان في جزء من الفيديو اتحذف، بس أنا هحكي لكم كده ايه اللي حصل أثناء الفيديو. تمام كده. دلوقتي طبعا انا سبت رقية بنتي مع حماتي ورحت طبعا عشان نرش الملح. فالمسافة ما بين بلدنا وبلد والدي 10 دقايق يعني مشي او ربع ساعة بالكتير. فطبعا قلت اصور لكم كده الخضرة كده واحنا ماشيين، فصورت لكم كده. ده بنجر كده لسه بيطلع، وده ضربة كده زي ما انتم شايفين، ده عشان بنعرف بها المواشي اعزكم الله. هي شكلها اخضر وحلو جدا جدا، زرعنا كده على حرف الارض. ده هم اصلا الارض دي كرنب. تمام. فهم كده ايه بيستغلوا الجزء اللي ناحية السكة ده مش بيكون مزروع خضار، فبيزرعوا للحيوانات يعني. وهنا خروع كده زي ما انتم شايفين، او زي عشة كده لصاحب الارض بيقعد ايه يستريح فيها. بصوا ده اللي هوريكم دلوقتي. البنجر هو صغير ودلوقتي لما كبر شوية، اهو ده شكله كده لما كبر شوية. والارض التانية دي مزرعة برسيم. انا بحب شكل البرسيم جدا يا جماعة، هو لسه طالع اهو ما شاء الله. حاجة كده ما شاء الله روعة. الخضرة يا جماعة بتريح النفس جدا جدا. والارض اللي جنبها ديت اللي انتوا شايفينها ديت زارعينها توم، بس لسه صغير يعني دوبك لسه طالع. واضح قدامكم اهون. كانت مزروعة توم. دي كان مزروعة تقريبا في الاول، كانت مزروعة كده على الحراف برضو درة، وكانت مزروعة جوه شوية بامية تقريبا او بتنجانة. اهون ده. شوف بص شكل الارض من بعيد. ده البنجر شكله اهون. ده اللي بنعمل منه يا جماعة السكر. بنجر السكر بتاع الشاي والعصير والحاجات. السكر اللي احنا بنستعمله ده بنعمل يا اما من قصب السكر يا من البنجر اهون. طبعا احنا كنا قبل انا لما تشوفوا كده المقطع بتاع الارض الزراعية في الاول ديت كانت بالليل، ده كان قبلها بليله. طبعا كنا بنعبي السبوع وكنا مولعين الشمع، بس للاسف كان المكان زحمه جدا جدا ما عرفتش اصور. فده الشمع كان في الاول، فكنا مسمينها بقى اسماء ايه، احنا سميناها امنيه. كنا مسمين طبعا مريم ونور، وكنا مسمين كمان رقيه، وكنا مسمين ساره وسلمى وسالي اهو كده زي ما انتم شايفين. حطينا كده على صينيه وسميناها، بس في الاصل اصلا احنا كنا مسميينها امنيه. ده اسبوع امنيه يا جماعه. دلوقتي انس كان هو اللي بيصور المقطع بتاع الشمع ده، طبعا عشان طبعا مش كنت عارفه اصوره، فقلت له صور كده الشمع بس. طبعا كنا احنا عبينا بقى السبوع. وطبعا ده السبوع ده اوضه الاطفال بتاعتهم، هي ضيقه شويه بس حلوه يعني. بصوا يا جماعه احنا بنوزع ايه في السبوع. بنجيب كده شيبس وكاراتيه، وبنجيب كمان فشار. والفشار ده بنحط معاه توفي وكراميلا وسوداني وملبس او بونبوني يعني. بنعبي كل كيس فيه وحدايا من اللي انا قلته ده مع الفشار. وطبعا هوريكم دلوقتي شكل الكيس اللي بيتوزع بعد ما بنرش الملح. هنرش مع بعض الملح دلوقتي. وطبعا احنا كنا قاعدين احنا كل العيلة عيلتها وعيلتنا. جزء بسيط منهم كان قاعد اصلا، بس ايه طبعا مش كنت عارفه اصور. وده شكل كده ايه الطفايات كمان، هي اللي بتعبيها كده ايه حلويات، بس مش بتحط فيها فشار. بنحط فيها ممكن شوكولاته، ممكن توفي، كراميلا، سوداني، ملبس. بيتوزع مع كده مع الاكياس. بتكون بقى اشكال كده زي ما انتم شايفين. الطفل ياخد الحاجه ياكل فيها ويلعب الباقي. تبقى على شكل كيس، على شكل سمك، على شكل كده عجله حربيه، او زي ما انتم شايفين. وطبعا بنجيب اكياس كده خاصه بالسبوع، بنعبي فيها السبوع اللي بتوزع فيه. فبنحط 2 فشار، وواحده من اللعبه دي، وكيس شيبسي. وفي اكياس تانية حطينا فيها 2 شيبسي. لما الطفيات او اللعب دي خلصت، حطينا فيها 1 شيبسي و1 كاراتيه و2 فشار. وفي اكياس تانية حطينا فيها 3 فشار و2 شيبسي، وفي 3 شيبسي او 3 مقرمشات يعني، و3 ايه و2 فشار. احنا دلوقتي تاني يوم كده زي ما انتم شايفين. بعد كده طبعا ما كنت ماشي على السكه، روحت قعدنا شويه، شلت النونة كده وبعد كده مسكنا كده ايه جبنا كده
ديت قوالح او زي ما انتم بتسموها ايه، بنولعها كده وبنحط عليها بخور عشان نبخر البيت كله، وبنبخر النونة وبنرقيها. ودلوقتي دي التبييتة يا جماعة. التبييتة دي بتبات على راس المولود 7 أيام، تبقى عبارة عن 7 حبات مختلفة، عبارة عن لوبيا وفاصوليا وذرة وربة وعدس ورز، 7 حبات مختلفين. فبنحط كده شوية كده على البخور. دي من عاداتنا وتقاليدنا يا جماعة. وبنحط طبعا في ال7 حبات دول شوية بخور وكيس ملح، وبتبات فوق المولود. وفي ناس بتحط كمان رغيف عيش او لقمة عيش ناشفة كده وفيها شوية ملح. وطبعا غربلنا النونة كده، ومامته كده عدت من على البخور كده 7 مرات. الأولى بسم الله، والتانية بسم الله، وهسيب كل المقطع ده معاكم. والتالتة بسم الله، والرابعة بسم الله، هي بتوجع ملبس، والخامسة بسم الله، والستة بسم الله، والسبعة رجوة محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي بقى يا جماعة، ده طبعا أخوها اللي بابا شايله، ده أخويا، فكان غيران، فبابا قال له تعالى اما ارقيك انت راخر. طبعا دراعه مكسور يا جماعه، دول ربنا يشفيه. عايز اقول لكم الدراع انكسر 3 مرات من العيد الكبير لدلوقتي، حوالي 3-4 شهور. الدراع انكسر 3 مرات، واحد عمل فيه عمليه والتاني انكسر مرتين، مش عارفه ليه كده. وطبعا دي مرات اخويا التاني، فكانت ايه طبعا قالت ما اخد تبخيره عن رخرة بالمره، كنا بنهزر يعني. وكان في نار كده وقعت على الحافظه، فالحمد لله انقذنا الموقف يعني. طبعا انا كنت بمشي قدامها وبرش الملح وبقول يا ملح يا ملح بيتنا كتر صغر، يا ملح دارنا كتر صغرنا، يا ملح دارنا كتر صغرنا. وهي ماشيه ورايا بالنونه، لفينا في البيت كله وكمان قدام البيت. المقطع بقى اللي كان المقطع اللي كان اللي انا كنت ماشيه فيه في داخل الشقه يعني، للاسف اخويا كنت قلت له صور عشان انا اللي برش الملح وكده، فانحذف منه، او هو ما شغلش الكاميرا، نسي يشغل الكاميرا. فبنفضل بقى نرش الملح وببخر النونه كده وبرقيها كده الرقوه الشرعيه اللي هي بسم الله ارقيكي من كل داء، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. دي بقولها 7 مرات. واقول كمان انت بسم الله ارقيكي من كل شيء يؤذيكي. وبقرا طبعا المعوذتين ويكون هو الله احد والفاتحه، وبقرا كمان آية الكرسي، وبقريها كده فوق البخور. ومامتها كده عدت بها 7 مرات زي ما احنا عودنا يا جماعه. وبعد طبعا ما بنرش الملح زي ما انتم شايفين كده، بنبدا بقى ايه نوزع كده ايه الحاجات دي على الاطفال، اطفال بلدنا كلها. لازم كل بيت يروح كيسه كده من الاكياس اللي انا هوريها لكم دلوقتي، انا صورتها معاكم من شويه. هي الكيسه كده بتروح لكل اسره، كيسه فيها 4 أو 5 وحدات زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي كمان عندكم كده بتعملوا كده في العادات والتقاليد بتاعتكم، ولا احنا بس في الارياف اللي بنعمل كده؟ وعايزه اقول لكم كمان ان العقيقه بتاعتها المفروض بتتعمل في يوم السبوع، بس طبعا عشان قعدت في الحضانه 12 يوم فاجلوها شويه. تمام. وطبعا بنعمل كده زي مولد صغير كده، والشيخ بيجي يقرا يوم ما احنا بنكون بنعبد في السبوع، وبنسمع الشيخ وهو بيقرا كده الرقوه بتاعه العقيقه. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك في القناه. معلش عندي برد فمش عارفه اتكلم خالص. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.